السلام عليكم جماعة الخير، نتمنى راكم بخير وعلى خير في تمام الصحة والعافية. جيتكم اليوم بطبق مغربي معروف ما شاء الله. نعرفوا عن الكسكس لابد منه في يوم الجمعة، واليوم جيت نشارك معكم كسكس إلا بالحمص والقرع وتفاية معسلة مع اللحم ديال العيد. تعرفوا أن أيام العيد ما شاء الله، واليوم الجمعة درت كسكس. إن شاء الله مرحبا بكم في قناتي اللي هي قناتكم، إن شاء الله تنوروا وتشرفوا حبيباتي. هون طريقتي سهلة جدا لتعديل الكسكس هذا، راه تبارك الرحمن إلا سهل وسريع. كنوضع اللحم، كنوضع عليه البصل، كنوضع عليه دويمه ديال البقري، كنوضع عليه هذيك الكنوره اللي نقالها الدويمه ديال الزعفران، شويه ديال السمن، التوابل عندي الخرقوم، بزار، سكنجبير والملح حبيباتي. كنوضع كل شيء، ما كنقلي كاع المسائل، هذا اللحم وياسر مسائل ما كنقليهم، لا كنوضع كل شيء وكندير عليه لاصوص وكنمرقه. يعني واحد الكسكس سهل وفي نفس الوقت ما شاء الله خاطر وبنين. ان شاء الله غتابعوا معايا الفيديو وتعرفوا علاش نتكلم حبيباتي. وهون راني وضعت هذا الصوص ووضعت الزيت حبيباتي. اللي توفر عندها زيت الزيتون دير منه قطرات، ودير من نص كاس ديال زيت الزيتون، والنصف الثاني ديرو من الزيت العادي. انا ما توفر عندي، واخا نقبض الزيت سبحان الله يتسمي يمشي بالعجله، تما نصب بيه وندير عدلو مع البطبوط صافي كيمشي، ونرقد هذا به الزيتون، ملي ترقد به الزيتون داك ديال الفطور. وهون راني وضعت الحمص حبيباتي ودرت المرق، يعني صافي كلشي درتو، ما قليت اللحم ما والو حبيباتي. غادي نمشي به على النار اللي تعود مهيله لين طيب اللحم ديالنا، وعاد نكسكسو ان شاء الله كسكسو. وهنا البصله حتى هي اللي نوضع عليها الماء ونطرحها طيب حبيباتي. كما كتلاحظوا معايا غادي نوضع عليها الماء، لا الماء وشي من الملح، وغادي نطيبها لين طيب وطيح معايا ديك البصله ان شاء الله. عاد غنضيفوا عليها العنب اليابس والسكر وشي من القرفه والتوابل ديال التفايه كيف ما كتلاحظوا حبيباتي. هنا غنديها باش طيب، وغادي نمروا مع بعض. نوضعوا قطرات من الزيت على كسكس كيف ما كتلاحظوا. غادي نبصوا بيدي مزيان حتى تدخلوا داك الزيت وتلبس ليه ديك الحبيبات ديالو بالزيت. وراه نتوما معايا حبيباتي كيف ما كتلاحظوا. الحمد لله الجميع يعرف يكسكس، والجميع تبارك الله ما شاء الله يحضر اطباق. هذا الكسكس معروف، وعلى على الصعيد كامل تعرفوا عن العالم عد الكسكس يوم الجمعة. تبارك الله ما شاء الله، الله يبارك. هنا غادي نرشو بشويه ماء بعد ما بسبستو بشويه زيت، غادي نوضع له قطرات من الماء كيف ما كتلاحظوا حبيباتي. عندي هنايا كيلو ديال الكسكس، كيلو كسكس داك النوعيه الرقيق ديال القمح. وهانتوما معايا حبيباتي كيف ما كتلاحظوا راني غادي نكسكسو، غادي نوضعوه في الكسكاس وغنديرو يتفور ملي مع داك اللحم ومع داك الحمص اللي وضعنا في البرمه ديالنا كما لاحظتوا معايا حبيباتي. وهنا كيف ما كتلاحظوا راهي صافي درت له داك الزيت ودرت له قطرات من الماء دريك، غادي نخليه يمشي يفور حبيباتي الفوره الاولى. من بعد ما مر الوقت ديال الفوره الاولى بدات البرمه كتلاحظوا داك اللحم راه وتعسل. وهنا غنوضعوا القرعه كيف ما كتلاحظوا، انا درت لا القرعه القرعه وتفايه وهاد الحمص ان شاء الله حبيباتي كيف ما لاحظتوا معايا في النصيب ديال الكسكسو. صافي البصله راهي طابت حتى هي، في نفس الوقت راهي حدايا درت السكر درت العنب يابس، وغادي نوضع عليها التوابل ان شاء الله حبيباتي. غنوضع عليها شوي من التحميره كتعدى اللون، وشي من ملون اصفر هذاك ديال الضويمه. والتحميره راهو السر ديال التفايه باش كتجيك حمراء ما كتجيكش صفراء وما كتجيكش
مولي محروقة ولا شي لونها، هاد التحميرة قليل من شي من التحميرة والسكر كيعطيوها لون، شي من القرفة حبيباتي، وهذيك الدويمة الصفراء كتعطيها حتى هي لون ما شاء الله كيجي زين، كتجي ديك التفاية محمرة تبارك الرحمن. وهون حبيباتي رانا غادي نحركها مع كيف كتلاحظوا، وغنخليها على جنب لين تتعسل وطيح بصلتها ويطيب معنا داك العنب اليابس حبيباتي. وهون مرينا باش غادي نعاودو الكسكس ديالنا. بعد ما مشيت صليت شوي درت اذكار ديال الجمعه، تعرفوا عن يوم الجمعه لابد من ركعات ولابد من الصلاه والتسابيح والتذكير، لابد حبيباتي. الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ويرفعها الى ميزان الحسنات. والاستعانة بهاد الطرب راهو كيساعد في كسكس عنا هذاك الكسكس اللي يعود الساخن. صافي حبيباتي، نعرف عنكم تعرفوا عن كسكس لابد له من 3 فوراع. السلوله راه درت لها الماء ونخليه الصراحه مولي في قصريه، الى مره ثانيه مولي ونعدل له الماء، شي من الملح وشي من زيت الزيتون. هاد حبيباتي لا عاد عندكم ما عاد ديروا شي من الزبده، لابد من الزبده ولا زيت الزيتون في الفوره الثانيه من بعد ما تعطوه الكسكس ديالكم. الماء حبيباتي في الفوره الثانيه كيبغي الماء باش كيعود رطب معاك وكيجي داك الكسكسو كيتلقام وملابق حبيباتي. وهنايا لابد من داك الفلفل الحار، وهنا البصله راه هي طابت معنا، التفايه ديالنا طابت من بعد ما طاب معنا كسكس. هنا غادي نمروا حبيباتي كيف ما كتلاحظوا خرجوا المرق هذا ما شاء الله كيجي خاسر، واخا كاع ما قلينا اللحم ما والو تبارك الله ما شاء الله جا ما شاء الله جا زين. حبيباتي غادي نسقيو انا مع بعض ان شاء الله. عندي هنايا غنسقي ليا ونسقي قصريه لواحد الصديقه ديالي. انا لابد في كسكس يوم الجمعه ما كنوكلو وحدي، لابد ما نعطيه ما الجيراني المهم ما لابد ما نصدق منه شي. وهنايا حبيباتي غادي نوضع داك القريعه ديالي درت لها القرعه والحمص والتفايه وشي من اللحم كيف ما لاحظتوا معايا. القرعه طابت تبارك الله ما شاء الله جات ما شاء الله، وجا داك الكسكس معسل لاصوص ديالو خاتر. شفتوا الطريقه يعني بلا ما تقلي بلا ما تتعبي، لا وضعي كل شيء في دفعه واحده، وراه ان شاء الله بجهد مولانا عز وجل يجيكم كسكس زين حبيباتي كيف ما كتلاحظوا. الف صحه وهنا على قلوبكم. نتمنى ان شاء الله يكون اعجابكم الفيديو واستفدتوا منه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم القناه ويعجبكم وإلا عاد عجبكم الفيديوهات ممكن نشاركهم معكم. خليو لي في التعاليق ولا جيم نعرف عن هذه الفيديوهات نال اعجابكم. وهناك حبيباتي من بعد ما وضعت الخضار وضعت الحماص وسقيت الكسكس ديالي غادي نمر باش نوضع التفايه. كيف ما كتلاحظوا حبيباتي ان شاء الله يكون كل شيء نال اعجابكم ويكون الفيديو خفيف على قلوبكم وتجربوا هاد الطريقه بلا ما تقلوا بلا ما تبقاو واقفين في الكوزينه. يعني ديري الحمص والمسائل ديالك كامله ومرقي وخلي عندك كسكس يطيب وفوري كسكس كيف ما شفتي، وغادي تحصلي على واحد الكسكس بواحد النتيجه، واحد لاصوص خضره كيف ما كتلاحظي، وواحد البنه وتبارك الرحمن واحد الريحه. داك اللحم طاب تبارك الله ما شاء الله. التفايه هنايا حتى هي طابت، شفتوا اللون كيفاش حصلت عليه بديك الاضافه ديال شي من التحميره كتعطيها واحد اللون رائع ما شاء الله حبيباتي. ونكونوا هنايا يعني ودعتكم المولانا من بعد ما تبعتوا معايا الفيديو وشفتوا طريقة الكسكسو وطريقة التفاية وطريقة الكسكسو كيفاش كتشربوه بالزيت وكتبقاو تعطيوه الماء كينفخ وكيجي رطب وكيجي كيتلقم. وهذه هي النتيجة ان شاء الله تكون اعجابكم ودمتم في حفظ الله ورعايته. ان شاء الله تنوروا بالتعاليق وبلي جيم وتخبر عائلتي
بيا هاد القناة خليتها شحال من شهر، كتبان واحد ودرت الزيتونه الساعة تاهي يعني كحله. نرجع لها ان شاء الله، ونتمنى نشارككم فيديوهات من الهوايات ديالي عن الطبخ. يعني حاجة اللي نبغيها سبحان الله، الطبخ والتزيين وكل شيء تبارك الله ما شاء الله. غالي عليا الطبخ المغربي لا يعلى عليه. ودمتم في حفظ الله. مرحبا وسهلا بكم حبيباتي.